يعني انا الفتره اللي فاتت دي لما لقيت نفسي ثابته ثابته. طبعا على 75 74 كده، قلت له لا انا عايزه اروح لدكتور محمد مم. فريد، هيديني الدفعه لقدام اللي يخليني تاني ايوه، ارجع انزل كمان ال 10 كيلو، تقريبا فاضل لي فاضل حوالي لنا بتاع 7 8 7 كيلو. كيلو. يعني انا كمان مش عايزه انزل قوي ما انا ال7 كيلو عارف، ما انا دول، يعني عارف، عايزه ايوه. حوالي 5 كيلو كمان وخلاص. يبقى حلو قوي. وبشكر حضرتك يا انا دكتور مبسوط والله. ان انت مبسوطه الله وحققتي اللي يرضى انت عليك يا رب. عايزاه، وان انت رجعتي لحياتك الاصليه، ده الحمد الطبيعي. لله الحمد وقد لله. ايه انت كل كلمه حتى لو تفصيل صغير، بس هو ده اللي احنا بس بنقوله. فرقت معايا ايوه، والله. لا، الشخص اللي عنده وزن زياده بيحس بحاجات ما حدش غيره حاسس بيها. كتير وهاخد يعني. من كلامك ده ان الناس يعني مثلا لو بيجي لي عيانين كتير جدا نفسهم يعملوا عمليات، بس مامتها خايفه او جوزها خايف او هي كان خايفه على جوزي جوزها. فعلا رافض الموضوع ده فعلا. طب هو معلش، انت حاسس باللي هو حاسس بيه، انت لا. بتمر شوفي، انت قلتي تفاصيل وكلام صغير جدا لا يخطر اه على دماغ حد انه ممكن دي يضايق. حقيقة. لكن كان بيضايق، عشان كده بقول للشخص اسعى ان انت تفقد وزنك. لو ما عرفتش تخس كل مم. الطرق، يبقى الجراحه ما تستصعبهاش. ان شاء الله الامور بتبقى سهله، نسب النجاح عاليه جدا. وفعلا ما تحرمش نفسك من حياتك وكنت الجديده لسه اقول ومن نفسك. لحضرتك وقد ايه يا دكتور فرقت معايا في حته ان انا باكل كل حاجه، ولكن انا باخد الكميه المناسبه اللي ما تخلينيش ازيد. بالظبط. عارف يا دكتور انا كنت بوزن في الميزان اللي هو بيقيس سرعه الحرق وبيقيس الميه ده. اه. انا اتفاجئت ان انا لما جيت اوزن بقى بعد متابعه حضرتك وبعد العمليه بفتره، ان فبقول له اقرا لي لو سمحت فين نسبه الحرق وفين كذا، قال لي ما شاء الله نسبه الحرق كويسه.